تعال نروح ل كابتن مصطفى يونس. اقول ايه؟ طيب اقول كابتن مصطفى اولا كل سنه وانت طيب، وقبل ما نقول بقى نقول ايه؟ اولا كل سنه وانت طيب والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني اقول كابتن مصطفى يونس الزميل الاعلامي، ولا كابتن مصطفى يونس المدرب، ولا مين بالظبط؟ طيب مصطفى يونس الصديق الجميل. ازيك يا كابتن مصطفى؟ كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. قول لي، انت رايح السودان فعلا؟ انا لسه جاي من السودان امبارح بالليل. فعلا انا رحت السودان، بس ليس لها علاقه بكره القدم. الكلام اللي هيتقال او اللي من الكلام ده بيتقال بقاله حوالي سنه. ايوه. انا كنت رايح ماتش كان الهلال السوداني بيلاعب شباب تنزانيا. وانا رايح الاستاد رحت راجع تاني ولافف عشان القيل والقال هناك، لان كل اللي شافني من جمهور المريخ انت جاي المريخ، وكل اللي شافني بتوع الهلال انت جاي الهلال. ليس السفريه كانش لها علاقه بكره القدم نهائي. ومفيش اي كلام ان حسام البدري جاي وانا رايح. الكلام ده كله مش موجود يعني. ليس لا، ما حدش كلمك ولا في اتصالات؟ انا ما شفتش حد وما كلمتش حد اساسا. انت كنت رايح كده زياره شخصيه يعني؟ رايح زياره خاصه، زياره شخصيه لحد صديق معين مع حد صديق معين. ما لهاش علاقه بالكوره نهائي يعني. يعني انت مكمل في الاعلام؟ لا مش ناوي تروح؟ والله لا، انا مش مكمل. انا هشتغل في الكوره. لو جالي حد في الكوره عثمان انا هشتغل في الكوره. انت عارف الكوره بالنسبه لي حياتي، قضيت فيها مثلا 80% من عمري يعني. فالكوره اساس حياتي يعني. لكن اللي كان حصل في منتخب الشباب ده كان قرار مجلس اداره، وانا احترمت نفسي واحترمت الاتحاد. مش اكتر من كده يعني. يعني انت ما عندكش مشكله في الرجوع تاني مره تانيه للكوره، لكن خالص. المره دي لا اتصل بيك لا الهلال ولا المريخ، ورحله السودان كانت رحله خاصه ما لهاش علاقه بالاتفاق على تدريب اي فريق من الفريقين يعني. بالظبط. ولا فريق ثالث ولا رابع. طب قول لي النهارده طبعا يعني كمان تلت ساعه او ربع ساعه هيبتدي الماتش الاهلي ومولوديه الجزائر. الماتش ده بالنسبه للفريقين يعني عنق الزجاجه اللي احنا مش عارفين نخرج منها من 30 سنه. انت عارف اللي احنا كلنا مزنوقين فيها، اللي هو ايه؟ الفريق فيهم اللي هيخسر، او لو تعادلوا الاثنين اعتقد ان الاثنين غالبا هيبقوا بره. الاثنين بره. لا ماتش صعب جدا. طبعا احنا التعادل الماتش الاولاني هنا طبعا ده كان الوداد. ده كان طبعا يعني زي فاكر ماتش تنزانيا ولا زامبيا بتاع المنتخب. هيبقى ده سبب خروجنا. وسيراليون. وده هيبقى نفس القصه. هزيمتنا من في الماتش اللي فات برضو من الترجي ده اثر كتير جدا جدا جدا، واحنا كنا الافضل الشوط الثاني. لكن انا بحمل هذا لطريقه لعب مانويل جوزيه واللعيبه اللي بيلعبها يا عثمان يا اباظه. يعني شريف عبد الفضيل لا يمط لهذا المكان بصله. انا ابقى مدير فني على هذا الحجم، من هذا الحجم، ومش عارف اوظف لعيبتي، دي اسمها مصيبه في كره القدم. اسمها كارثه. واول مره اشوف ليبرو يجيب في نفس 3 اجوال في ماتشين. يعني يتحمل هذه المسؤوليه مانويل جوزيه. وهو بادئ بيه النهارده برضو نفس القصه ونفس الحدوته. نفس القصه ونفس. وانا غير متفائل. انا غير متفائل بصراحه. مش موضوع مكسب وخساره يا عثمان. ما انت ممكن تأدي كويس قوي وتخسر، ودي كره القدم. لكن لما تبقى بتصنف لعيبتك غلط، لما بتبقى بتلعب لعيبتك غلط، تبقى الغلط باين وانت شايفه، تبقى كارثه. وحتى انا زي ما انا قلت قبل كده لما جبت شريف على الهوا في مودرن سبورت في البرنامج، قلت له شريف انت بتحب تلعب ايه؟ قال لي يا كابتن بحب العب سردباك. قلت له انت جاوبت على السؤال. لكن شريف لا يجيد التحرك تحت الكره نهائي. يعني قال بيه علمونا يا عثمان يا اباظه، وانت كنت صديق وزميل عزيز في النادي الاهلي. لما تيجي تلعب 3-5-2 اول حاجه قالها لي كابتن مصطفى حسين الله يرحمه في سنه 68، وانا كنت اصلا رايح فرود. قال لي العب تحت الكوره. فهو عايز يعلمني ازاي العب ليبرو. قال لي العب تحت الكوره، شوف الكوره بتتحرك فين وانت تتحرك تحتها. ابسط الف ب. لكن شريف بيلعب تحت اللي قدامه فقط. ما عندوش الحته دي. ما عندوش. ما هو سنس. ما هي انت عارف احنا يعني القرارات متخزنه في الذاكره طبعا. صحيح. في الطاسه. صحيح. لما يجي الموقف يا اباظه انت بتتصرف تلقائي. بتتصرف من اللي في الطاسه. صح. من اللي في الطاسه. كويس. قدام الورق اللي في الطاسه بيطلع
معمرها تطلع كويس، مش معمرها. كابتن مصطفى، في حاجتين عايز اسالك عليهم في النادي الاهلي، وهسالك كمان برضو على منتخب الشباب اللي يعني خلص مشاركته. لكن الاول نكمل في النادي الاهلي. في حاجتين برضو يعني لفتوا نظري. مانويل جوزيه صرح من يومين ان كبر سن لعيبه النادي الاهلي قد يكون عائق في يعني طريق الاهلي في الحفاظ او الفوز بالبطوله الافريقيه. كمان كل الصفقات الجديده مش موجوده، ما عدا النهارده جونيور، فابيو جونيور هو الوحيد اللي داخل ال 18، انما الباقيين لا. نجيب مثلا، ولو ان انا كنت مثلا من وجهه نظري، ما اعرفش اذا كان ده فنيا يبقى صح ولا لا، نجيب لعب جنب وائل جمعه قبل كده فكان سهل انهم يلعبوا سوا، ولا سيد حمدي مع انه كان شارك في المباراه اللي فاتت لكن مش موجود خالص. ايه رايك في الحاجتين دول او في الحدثين دول؟ اولا دي الشماعه اللي هو عملها مقدمه، زي ما قال ان انا مش هاخد الدوري العام، وقال مقدمه برضو ان انا مش هنافس على بطوله افريقيا. دي الشماعه اللي بيعلق عليها عشان لما اخسر يبقى انا قلت. ويمكن ده الكلام ده يزعل الناس يا عثمان، لكن انت عارف انا راجل صريح ويهمني في اول والاخر النادي الاهلي. لما يكسب يقول لك انا كسبت، واخد بالك؟ دي الشماعه بتاعت مانويل جوزيه اللي بيشتغل عليها من ساعه ما جه. لكن لما اجيب لعيبه ب 74 مليون جنيه وتيجي تقول لي مش هنافس على الدوري، يبقى انت ايه لازمتك؟ النقطه الثانيه الاهم، اسمعنا فابيو اللي هو قاعد بره عشان هو اللي جايبه وهو اللي صمم عليه. وانا عندي معلومات مؤكده ان مجلس الاداره او لجنه الكوره كانت غير موافقه على هذا اللاعب، واول مره تحصل في التاريخ ان السمسار يحدد المبلغ اللي عايزه وياخده يا عثمان يا اباظه، وان اللاعب ياخد 50% من العقد. الكلام ده ما كانش موجود ومش موجود، لكن ده عشان جاي من برج عاج او من برج عالي زي ما بيسموه، فهو ليه معامله خاصه. زي ما انت بتتكلم ده، احنا لسه بنتكلم بنقول ان شريف عبد ما بيعرفش يلعب في الحته دي الراجل. طب ما لعبوا سرد باك. الحته الاهم اللي ما حدش بيتكلم فيها، يمكن مكتوبه النهارده في الاخبار، شديد قناوي. لما ماشي شديد قناوي ببلاش واجيبه ب 13 مليون جنيه يا عثمان يا اباظه، وفي سيد معوض وفي ايمن اشرف وفي حسين السيد، دي كارثه يا جماعه، دي مصيبه. انت عمال تقول لي يا عثمان يا اباظه كأن انا اللي جبته، انت عايز تورطني مع الناس. يعني لو انا موافق، لو ب 13 مليون واخد مليون موافق، انا اقول للصبح. كابتن مصطفى، في حاجات يا اباظه، في حاجات الواحد بيسمعها وبيشوفها ما بيصدقش نفسه يا عثمان. طول عمر النادي الاهلي بيعتمد على اولاده، وبعدين ده انت بالسوق ده وبالمستوى ده وكسبت الدوري بفرق 5، انت عايز ايه تاني؟ صحيح. يعني انت بالسوق ده وبالمستوى ده وبتكسب دوري. امال لما تبقى كويس عندك لعيبتك، يعني تاحه بالله عليك، تاحه انت شفت تاحه في ايه رايك فيها يا عثمان يا اباظه؟ لا طبعا لعيب واعد طبعا. اجيب له 2 يا عثمان يا اباظه عشان اقعدوا بره؟ اجيب له 2 وفي 4 في النادي؟ لا، كلام مش مظبوط. كلام مش صح. يمكن عبد الفتاح حمد عبد الفتاح او تاحه تحديدا كان حظه سيء طبعا ان الكابتن حسام لعبه مباراه الاسماعيلي باك ليفت، ويعني الماتش ده كمان كان يعني لا، ظلم حسام البدري، ظلم. وانا قلت الكلام ده، وانا كلمت حسام قلت له اوعى تغلط الغلطه دي يا حسام. ده استاذ ليبرو، استاذ سردباك، ده صحيح، استاذ تغطيه. الراجل ما بيعرفش يباصي غلط، الراجل بيعرف هو بيعمل ايه. الراجل حافظ المكان. صحيح. قول لي طيب، قبل ما اسيبك بقى، المنتخب اللي خلص يعني مشاركته في كاس العالم، وكنا طبعا نتمنى انه يروح ابعد من كده او يكمل اكتر من كده، المنتخب ده كابتن مصطفى اخره كان ده ولا كان ممكن؟ لا، ما ده يا عثمان اللي انا كنت مختلف مع كابتن سمير، ان اخري دوت اسيب الاعلام عشان يبقى اخري شهر 7 ولا شهر 8، وبعد كده بقى في الطراوه بقى في القعد في بيتنا. قلت له اعمل لي عقد وانا اكمل. اللي اهم من ده يا عثمان، اللي اهم مني واهم من الكلام ده كله، ان هذا المنتخب هو مستقبل مصر، وهذا المنتخب يكون الاساس ويضاف عليه النجوم الكبار بتوع المنتخب، زي حسني عبد ربه، زي عماد متعب، زي فتحي، زي المحمدي. الناس اللعيبه الكبار دول مع المجموعه دي يبقى نواه منتخب مصر. وانا ابصم لك بال10 من دلوقتي هنوصل كاس عالم ان شاء الله. انا رايي يا كابتن مصطفى، مش عارف اذا كان ده ينفع ولا لا. انا لو مطرح هاني رمزي، كابتن هاني رمزي، اجيب الشباب دول واحط عليهم 5 6 من اللي عندهم سنه خبره اكتر، ودول يوصلوني اولا لندن بشكل اولا. هو عثمان هو عنده 5 6 لعيبه من اللعيبه دي اساسا. يعني هو اساسا بياخد 5 6 لعيبه من اللعيبه دي، وفي تعاون كامل في الحته دي كان معايا وهاني رمزي ومع ضية ومع هاني رمزي.
فدول مستقبل مصر. دول مستقبل مصر، والكلام ده انا قلته للكابتن سمير زاهر ومجلس الاداره بالكامل، وزي ما انت شفتوا كده. وانا اعتقد خروجنا كان غير بفعل فاعل اللي هو حكم المباراه، لكن احنا احسن من كده كمان يا عثمان. تقييمك كابتن مصطفى للمشاركه بشكل عام او للاداء بشكل عام في الكاس العالم؟ هي مرضيه، لكن امكانيات لاعبتنا افضل من كده بكتير، وكان على الاقل نوصل نبقى من الاربع فرق الاوائل. وانا بقول لك على الاقل اذا ما كناش نلعب فاينل، لان اعتقد السنغال افضل من البرازيل وافضل من الارجنتين. نيجيريا يعني السنغال افضل اللي احنا كسبناها اللي احنا لعبناهم يعني لعبناهم ماتشين في منتهى القوه هناك صحيح. وهنا. ده صحيح. فانا اعتقد يعني الارجنتين مش هم دول اللي يكسبونا يعني. والبرازيل احنا كنا الاقرب واحنا الافضل للمكسب يعني. لكن الكابتن ضياء عمل شغل كويس جدا، وكابتن ضياء اتظلم في فتره الاعداد لما قامت الثوره والقصه اللي انت عارفها دي كلها. لكن قبل بلاء حسن لعيب على اعلى مستوى، بتمنى لهم التوفيق والكره المصريه التوفيق ان شاء الله. انت رايح فين دلوقتي؟ انا بتفرج على الماتش. طيب كابتن مصطفى يونس اشكرك شكرا جزيلا. السلامه يا باظك. الله يسلمك. وكنت معانا على جوله في ام راديو.